السلام عليكم، مساكم الله خير برضا النعم. عندي معلومات اللي يشترون دجاج من السوق. اكثر التعليقات يقول عندي حلال به تنفسي، عندي حلال مدري كيف، عندي حلال مدري شلون. اقول له وش السبب؟ يقول ما ادري، طبها فجأة. بعضها اقول له انت شريت شيء من برا، يقول لي شريت شيء من برا ودخلته على الحلال. هذا اكبر غلط. احيانا الواحد يحصل الروم هذا البراهم هذا ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا قيمته تقريبا 1500 او 1800، احصله في السوق ب 200. غريبة، بس هذا صيدة، هذا اروح اخذه احطه مع الحلال فيه تنفسي. يعني الرعيه ابغى يبيعه احسن منه ما يموت عنده. انا باستطاعتي عندي الحلال هذا اللهم لك الحمد ما في شيء، باستطاعتي اني اعطيك حلال اقول خذه ارعه ناصع ما في شيء، شوفها على نظر عينك ما في شيء، بس مجرد نقلته من مكان لمكان هذا مرض الحاله اصلا، مرض الحاله. اللي ابغى يشتري دجاج جديد ينقله المكان برا بشبك برا، افضل شيء يكون شبك برا ويعامله معامله مريض. اول 3 ايام يعطيه علاجات دوكسي او علاجات تنفسي او هذا اول 3 ايام، بعدها ينتظر عليه تقريبا اسبوع الى اسبوع ونص، يشوف اموره طيبه كويسه يحطه داخل. ترى ما اتكلم بس عن الدجاج، ترى عن الحمام، ترى اتكلم عن الحمام بعد. الحمام نفس الطريقه، البراهمه نفس الدقيقه، الرومي نفس الطريقه بعد. اتكلم بصفه عامه، اقسم بيت الله اكثر اللي يرسلوا لي يقول عندنا تنفسي، عندنا هذا. ترى السوق الله يكفينا شره ترى اغلبه تنفسي، فانتبهوا ثم انتبهوا انك تشتري حلال من برا وتضيفه على حلاك. انتبه ثم انتبه. انا باستطاعت اني اعطيك حلالي هذا ما في شيء، بس مجرد انك نقلته من بيئه ودخلته ببيئه هذا مرض الحاله، تدخيله ببيئه هذا مرض الحاله، دخله ببيئه جديده، تاخذه من بيئه كان بيئه اول متعود عليها وتدخله بيئه جديده، هذا الحاله مرض. فلازم تحطها بشبك وتعامله مع مرض مريض لمده 3 ايام وعقبها تنتظر عليه اسبوع.